الأخيرة، المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا. راح أبدأ بكلام واضح وصريح، ما في مجاملات هون. بالنسبة للمنتخب المغربي الذي يعتبر رابع العالم، أي مركز غير البطولة هو فشل. يعني المركز الثاني ما راح يبسطني. مش مبسوط. ما صعيب. المنتخب المغربي لازم يكون بطل البطولة من دون شك. المركز الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي هذا مثل أي مركز آخر. في منتخبات أخرى المركز الثاني بالنسبة لها إنجاز كبير، المغرب لا. على الجيل الموجود حاليا والأداء الخارق للعادي والطبيعي اللي شفناه في بطولة كأس العالم، المغرب لابد أن تتوج بالبطولة أخيرا بكافة انتظار. نعم المغرب ستتصدر المجموعة مما لا شك فيه. المغرب مصنف حاليا المركز 13 على مستوى العالم، أقوى فريق أفريقي وعربي، إنجازات لم تحدث للعرب من قبل. الجيل الحالي للمغرب كتب التاريخ من جديد. لا تغركم نتائج المباريات الودية، الفريق لا منافس له في المجموعة. الفريق يا إخوان بعد كأس العالم غلب البرازيل، ولكن من سيفوز بالبطاقة الثاني في هذه المجموعة؟ أتوقع هاي المجموعة فيها أحد المنتخبات راح تفاجئنا، هو منتخب الكونغو الديمقراطية. فريق أغلب لاعبينه محترفين في أوروبا، وقد نشاهد أداء جيد منهم إذا استطاعوا الاندماج سويا. بس كمان في نفس المجموعة في تقارب مستوى رهيب بين تنزانيا وزامبيا. شخصية أتوقعها لزامبيا، فأغلب لاعبي تنزانيا هم محليين وما عندهم احتكاك خارجي كما منافسيهم. وعلى ذلك أقول المغرب أولا، الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، زامبيا الثالثة، وتنزانيا رابعة. وهيك الفرحة تمت.